لو اسم موقعك هو العنوان، فالاستضافة هي الأرض اللي بتتبني عليها، يعني الملفات، الصور، الصفحات كلها محفوظة في مكان اسمه استضافة، ومن غيرها مفيش موقع بيشتغل. الاستضافة دي بتكون عبارة عن سيرفر موجود في مكان آمن شغال 24 ساعة. أي حد يكتب اسم الموقع بتاعك، السيرفر ده بيرد عليه ويعرض له الصفحة. يعني حرفيا الاستضافة هي قلب الموقع اللي بتخليه ينبض. انواع الاستضافة، اول حاجة استضافة مشتركة او الشيرد هوستنج، دي بتكون ارخص نوع، اكتر من موقع بتشاركوا في نفس السيرفر، بتكون كويسة البدايات لكن الاداء بيقل لو العدد زاد. تاني نوع استضافة اسمها استضافة VPS، ده سيرفر افتراضي بيكون اداء قوي، موقعك ليه موارد مستقلة، بيكون افضل لاصحاب البيزنس اللي عندهم زوار كتير. تالت نوع الاستضافة السحابية او الكلاود هوستنج، الموقع بيشتغل من اكتر من سيرفر، يعني استقرار اعلى وسرعه افضل، بتكون ممتازه جدا لو عايز تكبر بسرعه. رابع نوع استضافه وورد بريس مداره، لو موقعك على وورد بريس النوع ده بيجهز لك كل حاجه تلقائي، بيكون اسرع واكتر امان لكن اغلى شويه. لو لسه بتبدا ممكن تبدا باستضافه مشتركه، بس اختار استضافه موثوقه، مش لازم تكون غاليه بس لازم تكون سريعه وثابته وفيها دعم فني محترم. لكن لو انت عارف ان البيزنس بتاعك بيكبر يبقى الافضل انك تبدا بVPS او كلاود هوستنج. لو الاستضافه رخيصه ممكن توفر لك شويه فلوس دلوقتي، لكن لو الموقع وقع او بقى بطيء هتخسر زباين، والخساره دي هتكون اعلى بكتير من اي توفير هتوفره في ثمن الاستضافه.